هذا هو المفيد للأكل. أما البصل الأحمر والأبيض فهي علاجات. وعملت دراسة على البصل الأحمر على مرضى السكري، وجدوا أنه يحتوي على مركب اسمه جلوكوزين. هذا المركب يشبه إلى حد ما الأنسولين، مشابه للأنسولين، مشابه في تأثير الأنسولين. ولذلك وجدوا أن الإنسان الذي لديه سكر وحتى مرتفع ويأكل حبة في الصباح من البصل الأحمر وحبة في الظهر وحبة في المساء، إذا كان السكر عنده 300 بعد شهر تجد السكر عنده 75%. يعني خافض السكر بالضبط زي الأنسولين. ولذلك دائما الناس الذي عندهم مرض السكر يجب أنهم يتعاطوا البصل يوميا بمعدل 3 مرات، كل مرة حبة متوسط الحجم. نية ولا مطبوخة؟ لا، نية. نية. هذه متعبة شوية. إذا طبخ الثوم اللي ما يتأثر بالطبخ، البصل لا يتأثر بالطبخ. البصل إذا طبخ يفقد خواصه الدوائية. فسبحان الله البصل من الأشياء المهمة في حياة الإنسان. وطبعا دائما ومن علاماته إنه ما يخلو منها أي بيت. صحيح. تلقى البصل موجود مع الأكل ومع السلطة، وقبل ما تطبخ أي حاجة لازم تقلقل قبلها بصل، لأنه مهم جدا. شو هو يسوي؟ أولا البصل مهضم، يهضم الأكل. ثاني حاجة الأنزيمات اللي فيه مقوية. ثاني حاجة يمنع تخثر الشرايين، يمنع أمراض القلب، مقوي يعني للقلب. يذيب الكوليسترول الغير مفيد اللي هو LDL، ويزود الكوليسترول النشط المفيد اللي هو HDL. فهو البصل هذا سبحان الله من الحاجات المهمة للإنسان. ولكي تتخلص من رائحته كل لك غصنين بقدونس أو حبتين فول منبت. الفول المنبت موجود في المحلات الكبيرة. هذا اللي يفقد رائحة البصل إذا في حال أنك كنت أكلته ني. أيوة. جميل. طيب الاستعمالات الدوائية، أنت ذكرت لي ما يخص الأنسولين، خاصة البصل الأحمر وني طبعا ما نتكلم. نعم. لأنه البصل إذا طبخ يفقد خواصه، مش زي الثوم. أيضا غير خفض السكر. أولا أنا ذكرت أقول إنه طبعا بعد تخفيض السكر إنه بالنسبة يخفض مستوى السكر التراكمي اللي إذا كان طالع، يخفض الكوليسترول ويخفض الدهون الثلاثية والتراكمات الكوليسترول اللي على الشرايين. طبعا الكوليسترول الضار اللي هو LDL اللي يترسب على الشرايين ويسبب أزمات أو نوبات قلبية أو انسدادات الشرايين. فهو يذيب هذه الحاجات الخطرات. وأيضا لذلك مقوي لعضلة القلب. الناس أحيانا يكون عندهم عضلة القلب ضعيفة، فهو من الأشياء التي تقوي عضلة القلب. وأيضا إذا كان فيه نبضات دائما تحت بعض الناس خفقان زي الخفقان، فهو يوقف هذا الخفقان. وهذه أشياء الحقيقة نادرة ما توجد في أي نبات آخر.